ولدت فاطمة الزهراء بمكة المكرمة قبل بعثة النبي بقليل أو بعدها بقليل، وهي ابنة النبي محمد والسيدة خديجة رضي الله عنها، وأصغر بناته وأقربهن إلى قلبه. نشأت في بيت النبوة وشهدت بداية الدعوة الإسلامية وما لاقاه والدها من أذى قريش، فكانت تواسيه وتدافع عنه حتى لقبت بأم أبيها. عرفت فاطمة بالطهر والزهد والحياء وكثرة العبادة، وكانت أشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله. تزوجت من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان زواجا بسيطا مباركا، وأنجبت الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم رضي الله عنهم. عاشت حياة متواضعة تتحمل مشقة العمل والصبر، ولم تطلب من الدنيا شيئا، وكانت مثالا في القناعة وخدمة أهل بيتها. أحبها النبي حبا عظيما وقال: فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها. بعد وفاة النبي حزنت حزنا شديدا، ولم تعش بعده إلا مدة قصيرة نحو 6 أشهر. توفيت في المدينة المنورة وهي شابة، ودفنت ليلا كما أوصت رضي الله عنها وأرضاها. فاطمة الزهراء مثال خالد للمرأة المسلمة في الإيمان والصبر والعفة وحب الله ورسوله.